ترند أشطوطة بلبن اللي قالب الدنيا، بالمانجا والمكسرات والفراولة والكراميل. الكيكة مسقية باللبن والقشطة وبتدوب في البق، طعمها تحفة، وعليها طبقة من القشطة والكريمة، وتحتيها طبقة رز بلبن كريمي وجميلة جدا يا جماعة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، يا ريت تدعموني بلايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. أول حاجة هنعملها طبقة الكيكة الإسفنجية. عندي 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، هحط عليهم معلقة صغيرة فانيليا سايلة، ونص كوباية مية، ومعلقة محسن جل صغيرة مليانة كويس، ونص كيلو دقيق سبونج فانيليا جاهز. وهقلب بس الدقيق مع المكونات عشان لما نشغل العجان الدقيق ما يطيرش ويبهدل الدنيا. وهشغل العجان لحد ما قوام الاسبونج يبيض ويهيش ويتضاعف ويبقى بالشكل ده. وهحط خليط الكيك في صاج مقاس 30 في 40 مدهون بالزيت وحاطه فيه ورق زبدة، وهفرد خليط الكيك في الصاج زي ما انتوا شايفين، وهسويه بسباتيولا عشان لما يستوي ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. وههبط الصاج خبطتين على الرخام عشان لو في أي فراغات هوا تخرج. وهدخله الفرن على الرف اللي في النص، النار تكون أعلى من الوسط بشوية لمدة نص ساعة. وطبعا كل واحدة على حسب الفرن بتاعها بتسوي فيه الكيكة ازاي. يعني يا جماعة ما نعتمدش بوقت معين لتسوية الكيكة. أهم حاجة ما نفتحش الفرن قبل 25 دقيقة، وطبعا الفرن أكون مشغلاه قبلها بحوالي 10 دقايق. على ما الكيكة تستوي نعمل طبقة الرز بلبن. حلة على النار هحط فيها كوبايتين مية، واحط عليهم حوالي 3 معالق كبار لبن بودر، واقلبهم كويس. اول ما المية تغلي احط عليها نص كوباية رز مغسول. الرز يا جماعة يكون مغسول بس مش منقوع، ورشة ملح. واقلب الرز واغطي عليه، وطبعا النار تكون هادية جدا واسيبه يستوي براحته. شايفين يا جماعة الرز شرب المية واستوى وبقى بالشكل ده. هحط عليه لتر من اللبن كامل الدسم. اللبن ما يكونش مغلي قبل كده، انا مطلعاه من الفريزر، يا دوب فكيته من التلج بس على النار. وهحط عليه 3 معالق كبار من الكريم شانتيه، وهقلبهم كويس مع اللبن، واسيبه يغلي. اول ما يغلي احط كوباية سكر واقلبهم لحد ما السكر يدوب. واخر حاجة هحطها معلقتين كبار من قشطة وش اللبن، ومعلقة واحدة كبيرة من النشا مدوباها في معلقتين مية. وهقلبهم كويس لحد ما القشطة تدوب، ومعلقة النشا اللي أنا حطيتها تستوي. وأحط معلقة فانيليا وأغرفه في الأطباق على طول. وبعدين نعمل الخطوة اللي بعد كده. هنعمل الكراميل اللي هنحطه على وش القشطوطة. حلة على النار هنحط فيها كوباية سكر، وطبعا النار تكون هادية جدا علشان السكر ما يتحرقش. ومش هنقلب السكر في المرحلة دي ولا هنعمل فيه أي حاجة. أول ما يبتدي يسيح من تحت هنقلبه، مش هنسيبه لحد ما السكر كله يسيح علشان ما يتحرقش من تحت. هقلبه بمعلقة خشب زي ما انتوا شايفين. أول ما السكر يدوب كله ويتكرمل ويبقى بالشكل ده، هحط عليه معلقتين كبار من الزبدة، وأقلب لحد ما الزبدة تسيح. وبعدين أحط عليه كوباية لبن، وأقلب وما نقلقش من شكل السكر ده، دلوقتي هيدوب وهتشوفوا شكله عامل ازاي. شايفين يا جماعة شكل الكراميل عامل ازاي؟ أول ما السكر يدوب ويبقى بالشكل ده، هسيبه يغلي حوالي 3 دقايق وأحط عليه رشة ملح وهطفي عليه على طول. نعمل بقى التشريبة اللي هنسقي بيها الكيكة. عندي 3 كوبايات من اللبن، أحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، ومعلقتين كبار من قشطة وش اللبن، وهقلبهم بمعلقة أو بالهاند بلندر، المهم إن السكر والقشطة يدوبوا في اللبن. الكيكة طبعا أنا عملتها أول حاجة وسبتها بردت خالص، وبعدين غطيتها بستريتش وسبتها لتاني يوم. وطلعتها من الصاج وشلت ورق الزبدة اللي تحتيها وشلت طبقة القشرة الملزقة اللي بتكون على الوش. وما صورتلكوش الجزء دوت لأني عملته قبل كده معاكم كذا مرة عشان ما أطولش عليكم الفيديو. وهابتدي أسقي الكيكة بخليط اللبن والقشطة، وهاركنها على جنب تتشرب كويس على ما أعمل طبقة الكريمة اللي بتبقى على الوش. خفقت كوباية ونص لبن مثلج مع كوباية كريم شانتيه وربع كوباية سكر لحد ما بقوا بالشكل ده. هحط عليهم معلقتين كبار من قشطة وش اللبن، وهخفق بس يا دوب القشطة تمتزج مع الكريمة، مش هنضرب كتير علشان القشطة ما تفصلش وتتحول لسمنة وتبوظ الكريمة كلها. حطيت الكريمة في كيس حلواني وهوزعها على الكيكة بالشكل ده. وسكرابر وهسوي الكريمة زي ما انتوا شايفين. قصيت قطعة من ورق الفاكيوم هعمل بيها حاجز على الكيكة، علشان أعمل جزء بالكراميل والباقي هحط عليه فاكهة ومكسرات. الجزء اللي أنا مش هحط عليه كراميل بسكرابر، وهعمل الشكل الزجزاج علشان تبقى شكلها زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. وده شكل وقوام الكراميل، هحطه فوق الكيكة زي ما انتوا شايفين، وبمعلقة وهوزعه كويس. وحطيت شوية كريمة في كيس حلواني وعملت فيه ثقب صغير، وهبتدي أعمل فوق الكراميل خطوط،
وبخلة أسنان، وهاعمل شكل الزجزاج اللي أنتم شايفينه ده. وده الرز بلبن بعد ما برد كريمي وعامل الكشكشة اللي على الوش اللي كلنا بنحبها. هابتدي بقى أقطّع الكيكة وأحطها فوق أطباق الرز بلبن، وهاعمل بالكريمة خطوط فوق قطعة الكيكة علشان نرص عليها الفاكهة، وهابتدي أرص الفراولة والموز بالشكل ده. ودي مانجا مفرّزاها في موسم المانجا، هاحطها على الوش بالشكل ده، وهاحط عليها شوية من الفستق. وكده نكون عملنا القشطوطة بكل أشكالها، المكسرات والمانجا والكراميل والفراولة. طبعًا إحنا عارفين إن الطبق ده بيتباع برّه ب45 جنيه. مش هاقول لِك أنتِ هتعمليه في البيت مش هتتكلفي حاجة، لأ، الخامات غالية وكل حاجة غالية، بس بتمن اللي هتشتريه من برّه هتعملي كمية كبيرة إن شاء الله تكفي العيلة كلها وتفيض. ده الجزء اللي إحنا حطيناه في الأطباق، ولسه في جزء كمان في الصاج حوالي 4 أو 5 قطع. جربوها يا جماعة مش هتندموا، طعمها حلو جدًا. طبقة الكيكة طرية جدًا والقشطة باينة فيها وبتدوب في البُق. ميكس الكيكة مع الكريمة مع الرز بلبن والمكسرات تحفة. أنا بصراحة ما ليش في الفاكهة، لكن كل اللي أكل بالفاكهة والكراميل عجبته جدًا. إن شاء الله تجربوها في البيت وتعجبكم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. دمتم في رعاية الله، سلام عليكم.